معاك قرشين محيرينك، قررت تدلع نفسك وتشتري سماعة اوفر هيد محترمة. دخلت المحل لقيت شركة دايسون بتقولك سيبك من سوني وابل وبوز، احنا مش هنديك صوت تسمعه، احنا هنديك صوت تسمعه وهوا نقي تشمه، سماعة في نفس الوقت التكييف تشم بريحة حلوة وبسعر مغري جدا. بمناسبة ريحة حلوة خليك معايا، ده انا النهاردة هبهرك اختراعات. علشان معايا اختراع تاني هنكتشفه سوا. خلينا نبدأ بدايسون زون، سماعة وتكييف في نفس الوقت. أغرب منتج تقني شفته في حياتي، الاختراع اللي هيخليك تحتار وتسأل ليه؟ يا ترى دي سماعة ولا قناع طالع من فيلم خيال علمي؟ قبل ما ندخل في تفاصيل السماعة لازم تفهم دماغ شركة دايسون. الشركة دي ما بتعملش حاجة عادية. الحاج جيمس دايسون ذات نفسه مؤسس الشركة قعد يعمل 5227 نسخة تجريبية علشان يخترع أول مكنسة من غير كيس تراب. متخيل؟ الناس دول عندهم هوس بكلمة إعادة اختراع العجلة حرفياً. المروحة عملوها من غير ريش، والمكنسة خلوها كائن فضائي. فلما قرروا يدخلوا عالم الصوت قالوا ليه نعمل سماعة بس، ما نخليها سماعة ومنقي هوا في نفس الوقت. ما يعني عندنا الحاجات في الوير هاوس نرميها اهو نراضي بيها الزبون. طبعا لما نزلت ما كانش صداع الاي اي نزل، والا كانوا غرقونا اي اي. دايسون شافت ان المدن الكبيرة بقت زحمة والهوا فيها بقى مليان عوادم، فقالت احنا هنبني فقاعة اكسجين فوق ودن البني ادم العزيز. الفكرة على الورق عبقرية، سماعة عزل ضوضاء جبارة ومعاها نظام تنقية هواء بيضخ هواء متفلتر ناحية مناخيرك وبقك من غير ما يلمس وشك. ونزلت امتى بقى السماعة دي؟ وقت كورونا، ايام ما الناس كانوا مهووسين تنقية هواء وماشيين كلنا في الشوارع بماسكات ملهاش ريحة ال30 لازمة، بس كانت مديانا احساس بالامان. الجزء اللي قدام الوش ده فايزر مغناطيسي، يعني ممكن تفكه وتمشي بيها سماعة عادي، وممكن تركبه وتتحول فوراً لشخص جاي من سنة 2050. تعال نخش بقى كده تحت الغطا ونكتشف الإعجاز الهندسي اللي جوه السماعة دي. المواتير اللي هنا مش زي أي مواتير شفتها، دي أصغر مواتير عملتها دايسون في تاريخها، بتلف بسرعة 10,000 لفة في الدقيقة. المواتير دي بتسحب هواء وتعديه على فلاتر إلكتروستاتيكية مزدوجة بتشيل ملوثات الجو. طيب بتمنع انتشار الفيروسات ومعتمدة دولياً إنها بتمنع كورونا فعلاً؟ لا اصبر بس. المهندسين قعدوا 6 سنين يطوروا في المحركات بتاعت السماعة دي علشان ما تعملش اهتزاز في ودنك وانت بتسمع مزيكا. والله يا شباب كبرتوا الموضوع وتعبتوا نفسكم، محدش طلب منكم اصلا. المبهر كمان ان في حساسات بتقيس جودة الهواء حواليك وتبعت لك تقرير لحظي على الابليكيشن في موبايلك يقولك الهواء اللي بتتنفسه دلوقتي نظيف ولا مسموم. طيب يا هندسة، شابوه الفنان يوسف الشريف وشابوه دايسون، فعلا مجهود جبار. لكن هنا بنصطدم بحاجة اسمها الواقع المر، وأول مشكلة هي الوزن. السماعة دي وزنها 600 جرام، انت متخيل؟ أتقل من أتقل سماعة في السوق، ده غير القناع اللي بيشد رقبتك لقدام. يعني بعد ساعة لبس واحدة انت مش محتاج منقي هواء، انت محتاج دكتور علاج طبيعي لرقبتك. حلو. تاني مشكلة انها لما نزلت وقت كورونا كان لازم يبقى معاها اعتماد مثلا انها بتحمي من الفيروسات، وده ما حصلش طبعا لانها ما بتحميش من الفيروسات، والفيروسات علميا حجمها اصغر من ان الفلاتر بتاعت البتاع دي تمنعها اصلا. بالعكس، بعد فترة هتبقى معرض فيروسات عادي وتزود اساسا فرصة اصابتك بالفيروسات. طيب هي كمنقي هواء مش فعالة يعني زي ما بيقولوا، يبقى اكيد سماعة خرافية علشان تبقى بقرب $1000. صح ولا ايه؟ ما ترد علي. هفهمك بس واحدة واحدة. تعال نحطها في مقارنة منطقية مع سماعات تانية بنستخدمها فعلا. أنا عندي هنا سماعة ساوند كور Q30 سعرها حوالي $60، يعني تقريبا 1/15 من تمن الدايسون اللي سعرها قرب $1000. ساوند كور وزنها ريشة مريحة جدا لدرجة انك بتنسى انك لابسها، وعزل الضوضاء فيها بيقوم بالواجب. لما تقارن الصوت، دايسون طبعا صوتها انقى وافضل من غير شك يعني، بس هل الفرق يستاهل انك تشيل طوبة فوق راسك وتدفع $1000؟ انا مش عارف اجيبها لك ازاي، بس غالبا لا. طيب انا غني يا عم ومالكش فيه، واللي عنده ماله محيره يجيب حمام ويطيره. هل هي افضل من سماعة ابل ماكس او سونيوم محروف كتير قوي دي اللي انا مش فاكرها؟ الحقيقة لا برضه. وده بقى يا اخي البني ادم يخلينا نوصل لفكرة اهم. انت عمرك شفت سماعة بلوتوث بتبخ برفيوم؟ انت عمرك شفت سماعة بلوتوث بتبخ عطر؟ مش بهزر، دي سماعة اسمها هونور تشويس ايربودز برفيوم، والعلبة بتاعتها فيها بخاخ عطر، بخاخ بجد.
بس خليني اقول الميزه طبعا شكلها فخام، بس لو اتعملت غلط هتبقى حركه ملهاش ريحه ال30 لازمه. السماعه هنا عامله الموضوع بشكل بسيط، العلبه بتتعبى عطر بايدك، يعني تحط البرفيوم اللي انت عاوزه، انت اللي بتختار الريحه بايدك، تشغل الزرار وبرشه واحده، رشه خفيفه وخلاص. نسيب العطر شويه ونروح لسؤال اهم، هي سماعه بجد ولا حركات؟ الحقيقه هنا هي سماعه بجد، درايفر 11 مللي وصوت هاي ريز، وكمان بتدعم ال داك، يعني لو جهازك بيدعم ال داك هتاخد جوده اعلى. في كمان سبيشال اوديو اللي بيديك صوت محيطي للاغاني والافلام. طيب والضوضاء وظروف المكالمات ايه؟ الحقيقه في شارع زحمه المكالمه قويه جدا، الصوت ما تحسوش مدفون، والعزل كويس جدا، ومعاهم تقليل ضوضاء ANC+3 بالذكاء الاصطناعي عشان صوتك يطلع اوضح. ما هو طبعا يعني ما ينفعش ان احنا نعدي الحلقه من غير ذكاء اصطناعي. سماعات كتير شكلها بيبقى شيك بس بتفصل بسرعه، هنا السماعه بتوصل لحد 9 ساعات لوحدها مع انها صغيره، و30 ساعه مع العلبه اللي هي كمان صغيره، وشحن سريع 10 دقايق يدوك ساعتين سماع كمان. طيب فيها عيوب ولا خاليه من الذنوب؟ بص، هي حريمي شويه وفي نفس الوقت هي تو ماتش تكنولوجيا على شركائنا في كوكب الأرض اللي علاقتهم بالتكنولوجيا مش أحسن حاجة، وأكيد مش هتكون مناسبة لكل الودان، يعني بشكلها ده بالشيب ده مش هتثبت عند كل الودان. اختراع عجيب بس خفيف على الحياة، ومحاولة تفكير بره الصندوق لطيفة. سماعة صغيرة في ودنك وفكرة العطر موجودة، لو تحب فكرة العطر أهلا بيك، ما حبتهاش أهي موجودة، ما تستخدمهاش. بالمناسبة العلبة فتحها وقفلها ناعم زيادة عن اللزوم، يعني وارد هي تلف لوحدها في شنطتك والسماعة تقع منها وتقعدي تلف عليها أسبوعين جوه الشنطة عشان تلاقيها. هنا الفرق بين شركة بتخدمك في سكات وشركة تانية قررت تحولك لبطل فيلم كرتوني في عيون الناس كلها اللي شايفاك. الاختراعات حلوة والصين حلوة وماما حلوة، بس بالعقل والمنطق، مش لازم نجيب حاجة من الشرق وحاجة من الغرب ونعمل 2 في 1. أنا في يومي بسوق عربية وبلبس بوكسر، هل ممكن تعمل اختراع 2 في 1 تجمعهم مع بعض؟ دايسون زون الناس مش هتقول صوتها حلو ولا وحش، الناس هتسألك، هتقولك يا كابتن هو أنت بتصلح التكييف ولا ده جهاز تنفس صناعي؟ المشكلة مش بس في الشكل، المشكلة في الأرقام. السماعة دي لو استخدمتها من غير منقي الهواء هتديك 50 ساعة بطارية، شيء عظيم جدا ممتاز، لكن لو شغلت جهاز التكييف اللي قدام في وشك ده على أعلى درجة البطارية بتسلم نمر بعد ساعة ونص، يعني يا دوب هتلحق تخلص مشوارك في الزحمة وتلاقي السماعة فصلت منك ورجعت تشم كلها تاني. طيب يعني هي مش بتنقي من الفيروسات ولا هي أفضل سماعة في السوق؟ طب بتبرد؟ لا برضه. طب مين طلب ده؟ أنا ممكن ألبس كمامة شيك ب5 جنيه ده لو لازم الأمر يعني، والبس سماعة الهونور دي في ودني وبالمرة أبقى رش برفيوم يحلي مرار الأيام اللي احنا عايشين، وأبقى أجيب تكييف محمول بالباقي، وأبقى كده عملت نفس الوظيفة بوزن أخف وشكل أفضل. وقررت في النسخة الجديدة اللي عملتها مؤخرا اسمها اون تراك إنها تشيل قناع ايرون مان ده، اللي هو انت اصلا ممكن تستعمل السماعه بالمناسبه من غيره، بس هي ما زالت تقيله، ده هو ده اخف جزء فيها. بس معنى ان هي لغت الموضوع ان ده اعتراف غير مباشر ان الناس مش عايزه السماعه دي، الناس عايزه سماعه مش مشروع هندسي ماشي على وشها. باختصار السماعه دي نموذج للاوفر انجينيرنج، في حين ان هونر تشويس فعلا تشويس او خيار يعني لبعض الناس ممكن يكون مش منطقي ليك بس حل عبقري لغيرك. دايسون زون اختراع عبقري هندسيا بس فاشل اجتماعيا وعمليا ومعمليا ومخبريا. هو منتج انا مش عارف اتعمل ليه ولا انا فاهم انا اشتريته ليه اصلا. ما اشتريتوش، جايلي هديه، يا رب بس اللي جايب لي الهديه ما يشوفش الحلقه. بس انت اخي البني ادم لازم تشوف الحلقه كويس وتقول لنا رايك في التعليقات بصراحه. لو حد اداك دايسون زون دي هديه، هل عندك الجرأه انك تلبسها في المواصلات وتتعامل عادي بقناع ايرون مان ده، ولا هتبيعها وتشتري بتمنها 5 سماعات تانية من هونر تشويس وتشتري راحة بال لرقبتك وريحة حلوة؟ لو قررت تبيع الدايسون هل هتلاقي مجنون يشتريها؟ مستني رأيك في الكومنتات. كان معاكم زياد فؤاد واشوفكم الحلقة الجاية، سلام.